اليوم وليد الركراكي سيقول لكل المنتقدين تريدون النتيجة ها هي والأداء ها هو. مبروك أمين عزيز شيبو، مبروك لكل الجماهير المغربية هذا التأهل. الآن طويت صفحة، الآن كأس أفريقيا تو بدأت بالنسبة للمنتخب المغربي، لأنه الآن تدخل على المباريات إقصاء المغلوب. أنا أعتقد أن الأداء كان ممتاز جدا، اكتشفنا الأداء الذي كان ينتظره للجماهير، أداء وإقناع وأهداف اللي وكان المنتخب المغربي قادر أن يرفع من منسوب الأهداف. لكن اكيد شاهدنا حكيمي اللي دخل في لعب يمكن 20 30 دقيقه وشفناه، حتى وان كان واضح انه ليس جاهز على المستوى البدني، لكن شفناه كان قادر يسجل. صحيح. معنا تمركز حكيمي دائما تمركز مغاير على سائر الاذرع، مع احترامنا للاذرع التي تلعب معنا في المنتخب المغربي. ثانيا انا اعتقد انه شيء ايجابي، شهدنا التغييرات، انه الجوده لدى المنتخب المغربي جوده عاليه جدا. الاساسيين لديهم امكانيات كبيره. اكيد الكعبي انا دائما معجب به بمكان. للمعلومه تم اختياره افضل لاعب في وهو يستحق ذلك مع ابراهيم دياز اللي كان كذلك جيد، وناحي وان كان معنا في المباراه لكن ناحي كان جيد في المباراه. الحلول لدى المنتخب المغربي حلول كبيره، شاهدنا الطالبي، شاهدنا اخنوس، شاهدنا العديد من خماش، شاهدنا النسيري، شاهدنا العديد من اللاعبين. اليوم هذا اللاعبين اللي قادرين ان في المباريات الكبيره انه الفريق قادر ان يجد التوازن والحلول موجوده. فهنيئا للمنتخب المغربي هذا التأهل. واكيد الان مباراه تريح قليلا الضغط الموجود. صحيح. على الفريق والضغط للجماهير. لابد الجماهير المغربيه ان تدفع مع هذا المنتخب وان تساند المنتخب، والحساب يكون بعد هذا. ومبروك الوليد الركراكي اللي نحن حقيقه قدم اداء ويستحق حقيقه هذا الانتصار، وان كان في التصريح نوعا ما واضح عليه نوعا ما نرفزه قليلا، لكن يعرف اليوم انت تدرب المنتخب المغربي، منتخب كبير، جماهير عريضه، فمن حقها ان تطالبك بالنتائج، والنتائج الان موجوده. وجماهير ترى انه الوقت مناسب، جيل مميز، كوكبه من اللاعبين على الارض وعلى الجمهور، بنيه تحتيه متوفره، مسانده، لكن انصافا كل شيء لوليد انه اكيد الظروف كانت مناسبه، لكن هو المدرب الوحيد الذي اوصل المغرب لنصف نهائي كاس العالم، ويستحق تقدير من الجميع. دون شك دون شك. كابتن عزيز، نفس السيناريو الذي تأهل به المنتخب المغربي في النسخه الماضيه ها هو يتكرر. ما يعني انه الطريق لا زال طويلا. الطريق لا زال طويل، ولذلك فتكلمت على الجيل، حتى الجيل كاس العالم كان رائع جدا. صحيح. وكان يستحق انه يفوز بكاس افريقيا، لكن ما كان ينقصه ذلك التركيز. شفنا مباراتنا خسرنا امام جنوب افريقيا بهدفين ل0، اضعنا فيها ضربه جزاء. كل هذه الاشياء داخله في التركيز. الوقت اللي كنا ننتظر المنتخب المغربي يفوز امام جنوب افريقيا خسرنا مباراه بهدفين ل0 باخطاء ساذجه. لذلك فالتركيز مهم جدا في مباريات خروج المغلوب. الان صحيح ان هناك بعض المكتسبات ايضا في هذه المباراه، هناك الاسلوب، هناك الاراده، هناك تطبيق بعض الامور. حتى في الكره الثابته شفنا هذا الهدف اللي جاء بكره ثابته، قليل ما سجلنا في الكره الثابته. شوف على الاقل ملعوبه، هناك كره ثابته، هناك يعني توزيع المهام. لكن شفت انا لاعب اللي صراحه ابهرني في هذه الثلاث مباريات هو ابراهيم دياز. صراحه قدم اداء ولا اروع، تاره كجناح، تاره ما بين الخطوط، مكسر الخطوط. هتشوف واحد اللقطه، جبت واحد اللقطه لابراهيم اللي في وسط الميدان اللي كانت راوغ لاعب بواحد الطريقه رائعه جدا وتخلص منه، ثم اعطاه واحد التمريره، ولكن لم يتفوق في التمريره. نتمنى انه يجيبوا تلك اللقطه بالريدبي او بالعرض البطيء. نعم. والاهم مثل المباريات ان المباراه هذه والاداء جاء قبل دخول المرحله المهمه وهي مرحله خروج المغلوب، لان كنا نحتاج لها الثقه. يعني الاداء والنتيجه، 3 أهداف، لم نستقبل اهداف، والاداء كان افضل اداء تقريبا في ال3 مباريات. صحيح. تدخل سيطره على الشوطين. لا، وتدخل دور خروج المغلوب بواحد ثقه، وكنا الجمهور يطمئن بعض الشيء كما قلنا في اداء المنتخب والتغييرات اللي شاهدناها. طيب كابتن،
في ظل التغييرات التي شاهدناها اليوم على مستوى المراكز والأسماء، غالبا المواجهات القادمة سواء في الدور المقبل أو اللي بعده في حال التأهل، شاهدنا مباريات البطولة هناك خصوم على أعلى مستوى بدنيا. ما الأشياء التي يجب الحفاظ عليها والأمور التي ربما وجب تغييرها؟ أنه مثلا شفنا اليوم العيناوي مكان مرابط. طبعا هي مكتسبات كثيرة ويجب نبني على هذه المباراة صراحة، لأنه الأداء كان جيد وكل الخطوط كانت متماسكة، ونرى ارتكب أخطاء على مستوى الدفاع كان متماسك. لم نختبر كثيرا ربما. لم نختبر كثيرا، لأن هناك كل ما تقدمت في هذه المرحلة إلا وستواجه منتخبات صعبة. وشاهدنا أمس لو شفت مباراة كوت ديفوار الكاميرون، راه الريتم والايقاع والقوه والسرعه اللي كانوا بها غير عادي. انا اول مره نشوف هذاك الاسلوب سبرنت يوم امس في اخر طبعا لانه 90 دقيقه من اللاعب شنو تحتاج؟ عنده القوه وعنده السرعه وعنده المهاره، يحتاج ملاعب تكون جيده ويحتاج جو كذاك يكون جيد. وشاهدنا هذا الريتم يعني المستوى صراحه من افضل المستويات ديال النسخ المفرقه على مستوى الاداء. نتكلم على مستوى الاداء، نبني على هذه الاشياء دائما الحذاري، لانه دائما مباريات المغلوب تلعب على جزئيات تفاصيل وهي مباراه فيها 90 دقيقه ممكن تكون اكسترا تايم وممكن تكون ضربات الجزاء. شيء اخر اللي لازم نشتغل عليه وما عجبنيش تقريبا 3 مباريات هو احنا ما استفدناش من الكره الثابته. ليس كثير عكس اليوم. اليوم فقط من التسجيل. ولكن لما تشوف الحصيله قليل المباراه الثانيه والمباراه الثالثه. اليوم سجلنا من كرتين ثابتتين. لا كره واحده كانت كره الكعبي الاولى. لا كره ثابته وضربه والثانيه مقصيه. لا مقصيه واحده فقط. الهدف الاول كان ملعوب بالجهه اليمنى والجهه اليسرى يدخل بها الزمزوري. المقصيه هي الكره الثابته لازم نستغلها بشكل افضل. والكرات والاخطاء الجانبيه اللي ما شاهدنا ما كاينش واحد التفاهم، لكن نتمنى ان شاء الله يكون تركيز على هذه الاشياء، لان الاشياء مهمه جدا في مثل هذه المباريات، لان الجزئيات ممكن لك تحسم لك مباراه من فاول، من خطا، من كورنر. بالتالي نتمنى ان شاء الله دائما التوفيق، ولازم نبقاو رجلنا في الارض. هذا هو سؤالي للكابتن حاتم. ما نفكروش في النهائي، نفكروا في الخصم المنافس اللي غنلعبوا معه يوم في دور 16 ان شاء الله. يوم السبت. في انتظار معرفه من هو هذا الخصم. فرحه مستحقه بطبيعه الحال، الاحتفال كذلك مشروع بعد النتيجه والاداء. برايك كيف يمكن اداره ما تقدم اليوم على المستوى الذهني والنفسي ليدخل اللاعبون لما هو قادم وما هو أصعب في أفضل الظروف؟ هي مباراة اليوم كانت مهمة. أولا ليست صعبة لأن فنيا المنتخب المغربي غير قادر، لأنه صعبة ما سبقت قبل المباراة من ضغط على المنتخب المغربي، لأنه بعد تعادل مالي كان نوعا ما من الانتقاد للاذع، فكان مطالبا مباراة اليوم أن يكون المنتخب جيد ويحقق انتصار، وكان انتصار بإقناع وأداء. شاهدنا حقيقة أسلوب أكثر من جيد، ولم يمنح باستثناء بعض الحالات في الشوط الثاني المنتخب الزامبي. الآن دور خروج المغلوب هنا تلعب على عديد من الجزئيات، منها التركيز دفاعيا. المنتخب لابد أن يكون جاهز على المستوى عالي جدا، كذلك وسط الميدان لابد أن يكون وسط ميدان شرس. اليوم شاهدنا منتخب قوي، كل ما ترتفع المستوى سيكون مستويات أقوى في الدوري القادم، ولذلك التوازن مطلوب بالنسبة للمدرب. وأنا أعتقد أن المدرب كذلك يعرف كيف يتعامل بمثل هذه المباريات بعد الخبرة التي اكتسبها كذلك في كأس أفريقيا الماضية التي خرج منها السابقة، وكذلك أن الخبرة الآن تستدعي من المدرب أن يجهز فريقه على أحسن وجه، خاصة على المستوى الذهني اللي هي كرة القدم تكسب ذهنيا قبل أن نتكلم على المستوى الفني. فنيا المنتخب المغربي لديه إمكانيات كبيرة. مباراة الأمس في الدقيقة 92 وفي الدقيقة 93 شاهدنا ردة فعل المنتخب الإيفواري من كونتر أتاك، وهذا يعطيك العقلية لدى بعض المنتخبات التي النوعية هذه ستبدأ يمكن من دور ربع النهائي، ستبدأ المواجهات من هذا النوع العالي جدا. الآن هو الشك هل حكيمي سيكون جاهز المنتخب المباراة القادمة، أو سيمنح يعني نص ساعة أخرى لكي يكون جاهز، لأنه كي يكون جاهز مباريات صعبة، مباراة ربع النهائي، فلا بد أن يكون ذكاء في التعامل مع نجوم الفريق. نعم كابتن عزيز، كنت طلبت لقطة عن دياز الذي قدم 3 مباريات على مستوى عالي للأمانة. نعم رائع. كابتن يوسف تحدث عن إيجابيات وبعض السلبيات منها الكرات الثابتة. برأيك هل هناك
أشياء أخرى فيها مساحة للتحسن وجب الاشتغال عليها في الأيام المقبلة؟ لا، هو الانسجام فقط ما بين الخطوط، لأن عندما سوف نواجه خصوم أقوى كنحتاج التلاحم ما بين الخطوط لكي لا هذه الحالة اللي طلبتها. هذه اللقطة، شوف هذه اللقطة اللي جعلت من برايم دياز واحد من اللاعبين اللي كيلعبوا دائما، اللي كيدوروا كما كنقولوا بالمغربي كيدوروا في البلاصة. شوف كيف هذه دور في مكانه حيلف واللاعب يمشي لمكان اخر. هذا هو اللي جعلت ابراهيم واحد من افضل اللاعبين في ريال مدريد وقت ما فاز ريال مدريد بالتشامبيونز ليج. عجبتك هذه؟ عجبتني هذه اللعيبه ديالنا. ولكن بعدا علاش يجيب لقطات لانه هو نفس الاسلوب حركات. لكن شوف، ولكن اللي عجبني مرة أخرى هو عودة أيوب الكعبي لمكان إبراهيم دياز، يعني تغيير الأماكن دون تغيير الوظائف، وهذا لا يدي وصلنا لأبعد نقطة إن شاء الله ولما لا النهائي إن شاء الله. هو إبراهيم دياز نفس البنية الجسمانية مع كابتن عزيز. لا اللي عجبني هو المدرب. دعونا الآن مشاهدينا نستمع لما قاله أيوب الكعبي أفضل لاعب في المباراة، وربما أول لاعب سجل مقصيتين في تاريخ كأس إفريقيا. لنستمع. مرحبا مجددا، يحضر إلى جانب مهاجم المنتخب المغربي رجل المباراة أيوب الكعبي صاحب الاختصاص في ضربات المقصية. هدف جميل لأيوب، مباراة مميزة ونلت جائزة أفضل لاعب في المباراة. أنت بكل تأكيد أسعد لاعب في المنتخب اليوم. والسعادة هي احنا مجموعين الحمد لله، حقنا الأهم هو 3 نقاط ونتربعوا على رأس المجموعة باش نبقاو في مدينة الرباط وفي ملعب ديالنا. كنشكر الجماهير المغربية والعائلات ديالنا اللي كيساندونا دائما في السراء والضراء. الحمد لله حقنا الأهم هو 3 نقاط. كنشكر جميع اللاعبين اللي كيعطيو كل ما عندهم من أجل الراية المغربية. كنشكر الجميع، نتمنى نكملوا على نفس المنوال. هذه الجائزة بطبيعة الحال أنا فرحان بها، من الجائزة الكبرى إن شاء الله هي إن شاء الله نتوجوا باللقب إن شاء الله. البطولة الحقيقية ستنطلق ابتداء من دور ثمن النهائي، أدوار خروج المغلوب. كيف تستعدون لهذه المرحلة؟ والأكيد أن هذه النتيجة ستساعدكم نفسيا من أجل الاستعداد لهذه المرحلة الحاسمة والذهاب إلى أبعد نقطة ممكن. الحمد لله عارفين اش كنديروا، كنتبعوا دائما التعليمات ديال الكوتش ديالنا. غادي الماتش بماتش، ايطاب باغ ايطاب. ان شاء الله دابا نمشيو نستريحوا ونبريباروا الماتش اللي جاي ان شاء الله ديال الويتيام، ونتوا نجيو ليه بواحد العزم واراده نلحقوا فيه ان شاء الله التاهل لدور الربع باذن الله. هنيئا لكم ايوب، شكرا لك شكرا لك. كان هذا تصريح رجل المباراة الذي أيوب الكعبي رجل المباراة ومهاجم المنتخب المغربي. عودة إليكم في الاستوديو. شكرا لك مهدي فودي، والشكر أيضا موصول لأيوب الكعبي، واحد من أطيب خلق الله على المستوى الإنساني صراحة. الآن كابتن يوسف، خيارات وليد الركراكي باتت متنوعة ومختلفة بعد النقاط التي اكتسبتها عدد من العناصر. نتكلموا على المستوى الهجومي. الآن الكعبي بهذه الأهداف، بهذا الروح القتالية، إيجامان، رحيمي ونصيري، هل وجب الإبقاء على الكعبي أم أنه لكل مباراة ظروفها؟ هو شوف، أول شيء هو المدرب يبني ولا يعمل على اختيار تشكيلته على طبق المنافس. طبعا انت تحتاج للاعبين الجاهزين. طبعا بالنسبه لي انا يا الكعبي، لانه اول شيء سجل 3 أهداف، الثقه عنده عاليه، لاعب يسجل لك من شفنا الاهداف اللي سجلها. شيء اخر لانه بغيت نرجع ليه هو الاداء، دائما اداء جماعي. الاداء الجماعي دائما يكون عندك اداء جماعي ينعكس على الاداء الفردي. المباراه السابقه شنو الفرق اللي كان؟ عندما كان حسيت ان حتى على مستوى البدلاء ما عندناش بدلاء جيدين. عندما عمل تغييرات نعم، وغير لم تعطي أكلها. لم تعطي أكلها. احنا دخلنا في شك بعض الأحيان، نقولوا وين اللاعبين؟ احنا كان عندنا وين البدلاء؟ 3 فرق وين الخيارات؟ نعم الخيارات. لكن عندما تبدا بشكل جيد وتختار اللاعبين المهمين واللاعبين وتختار الأسلوب والطريقة اللي تتماشى مع فريقك، لأن احنا قبل بداية البطولة كنا عارفين أن إبراهيم سيكون على الجهة اليمنى، نعم، والزلزولي على الجهة اليسرى. لكن بعض الأحيان يمكن المدرب لم ينجح في اختياراته عندما اعتمد على الصايباري كجناح وسط جناح.
والصيباري شاهدنا اليوم قدم مباراه كبيره اليوم، لانه الصيباري اول شيء كقوه بدنيه اللاعب دائما يحب يكون وسط الملعب ويأتي من الخلف ويكون دائما قريب من المهاجم، اما على الجهه اليسرى تحتاج لاعب سريع، وهذا هو اللي اعطانا اليوم امتياز مع الزنزوري على مع الزنزوري، يعني الزنزوري سريع وعندك ابراهيم سريع، الجهه اليمنى والجهه اليسرى يشتغلنا بنفس القوه. نعم. وعاد عندك الاختراق من العمق. انت تكلمت على عمليه الاختيارات، لا ادري مع مع من سنلعب في دور 16 من ثم سيتم البناء على الاداء اليوم وعلى كذلك استرجاع اللاعبين لياقتهم البدنيه، وثم ان شاء الله كما نقول لي ان شاء الله يكون افضل ويكون في المستوى، هذا المطلوب.